خلاص يا جماعة، خلاص النهاردة هنعمل حلقة عن السماش برجر. فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة ماريانو. الفترة زي ما قلت لكم الفترة الأخيرة انتشر مطاعم كتيرة عن السماش برجر. كان في الأول ما كانش فيه مطاعم بتنافس بعضها، كانت المنافسة ضعيفة جدا. كان أغلب الناس اللي بتبدأ كسماش برجر تبدأ بعربيات صغيرة في الشارع أو محلات محدش يعرف عنها حاجة. لكن دلوقتي بقى في محلات ليها سمعة كبيرة، في محلات بقت تعمل عروض كتير، بقى يجيلها زباين كتير. طبعا عشان الرسائل الكتير اللي جاتني في الدي امز بتاعت الانستجرام قاعدين بيقولوا لي عايزين سماش برجر، عايزين سماش برجر، عايزين سماش برجر. خلاص يا جماعة هنعمل حلقة عن السماش برجر. فطبعا من بعد الحلقه اللي هي بتاعه سندوتشات لحمه في مطاعم فرايد تشيكن، لو ما شفتهاش ممكن تشوفوها هنا، هحطها في اللينك اللي فوق. اكتشفت ان في مطعم بيعمل سماش برجر حلو قوي وهو كاركي. ففكرت طب ليه فعلا ما نعملش حلقه عن السماش برجر طالما السماش برجر طلع طعمه حلو كده وكسب البرجر العادي. اوكي هو مش من مطاعم متخصصه في البرجر لكن هو كسب. فالنهارده جبنا من 5 مطاعم: سماشت، سماشن سبلاش، ريد فلاج، سماش زون، كاركي، عشان برضو نقارنه بنفس المطاعم اللي هي بتقدم سماش برجر كويس، لان هو كان عجبني الصراحه المره اللي فاتت فانا عايز اجربه وسط الحاجات دول. وخلينا نسترجع الذكريات ونبدا باول واحد معانا وهو سماشت. يعني هو تعتبر من اوائل المطاعم اللي فتحت وعملت صيت كبير بسبب العرض اللي هو كان بيعمله، اللي انا ممكن احطه لكم هنا، اللي هو بيقول لك تقريبا 3 برجر وفرايز وبيبسي، اللي هم غيروها يعني بقت بيج كولا تقريبا، حاجه شبه كده. اوكي برضو فيها كلام اللي هي مش مصريه قوي يعني، بس الاوفر بتاعهم يعتبر لطيف، اللي هو ب 299 تقريبا او حاجه شبه كده. ده مش دعايه بس عشان حبيت اللي انا اقول يعني، بس مش اكتر. فالباكج بتاعهم لطيف وسماشت وكده، بغض النظر ان هو اصلا لسه ستارت اب، لسه فاتح من قريب مش بقاله كتير، والمطعم عنده هناك زحمه جدا، ممكن عشان الاوفر اللي هو عامله. فخلينا نشوف بقى هل الاوفر كان اللي جايب الناس ولا الطعم اللي كان جايب الناس. فيلا بينا. احنا النهارده جبنا كله بنفس اللي احنا جبناه في كاركي المره اللي فاتت، اللي هو سماش برجر وذ تشيزي مشروم. سماش تعمل له 130 جنيه، هو اقل حاجه عنده دبل، بعد كده تريبل، بعد كده مش عارف ايه بعد كده بقى كوادرو تقريبا، حاجه شبه كده. ودي حاجه كويسه اللي هو بادئ السماش برجر اصلا بدبل، لان اصلا السماش برجر ما تاكلش سنجل خالص، يعني هي لحمه مفعوصه زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، وبيبقى الجرامات بتاعتها بتبقى قليله قوي. وبرده كان في حوار زمان كان بيقول لك ما تضغطش على اللحمه عشان ما تنزلش الجوسنس منها، فدلوقتي بقت حرفيا بتدعك وفي الاخر برضو بتطلع فيها جوسنس، فاحنا مش عارف برضو يعني هتبقى عامله ازاي. فخلينا نقارن. وعامه بيجي لك معاها بطاطس، ماشي يعني حاجه كويسه، بس هي بتبقى معاك في الاوردر، فانت بتطلب البرجر وبيبقى معاك البطاطس اجباريا، مفيش لوحدها. فخلينا نشوف البطاطس. بسم الله. بطاطس لطيفه، بهارات لطيفه، بلا 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 الكلام دوت كله. احنا مش جايين نقيم بطاطس اصلا، احنا جايين نشوف البتاع ده. فده كده بيكون شكل السماش برجر من سماشت. هو شكله ميسي جدا ومليان صوص، والعيش يعتبر لطيف يعني مش بايت. هو اوكي عشان الدنيا ساقعه دلوقتي فكل حاجه لزقت في بعضها، لكن كميه المشروم تقريبا مش الطف حاجه. احنا هنشوف يعني، هو ممكن المشروم مستخبي ورا الصوص دوت، فخلينا نشوف الطعم هو اللي يقرر. فخلينا نجرب كده. بسم الله. هو كل حاجه لازقه في الكيسه، الحاجات ديت المفروض تاكل في المطعم يعني، اكيد في الجو دوت مع بال ما توصل لك هيكون برد وش. فخلينا كده بسم الله. هو يا جماعه ميسي قوي، وحاسس بطعم كده زي كارملايزد اونيون على خفيف، اصل حاسس بطعم يعني سويتنس كده شويه جايه من البصل، مع اني مش شايف ان في هنا اوكي لا في بصل مكرمل هنا شويه، مديله طعم كارملايزد كده شويه. اللحمه هنا طعمها حلو والمشروم طعمه باين. ممكن صوص اللي هو بيقول عليه الوايت صوص او التشيزي مشروم دوت مش اقوى حاجه يعني، هو ما حسيتش بيه قوي. طعم اللحمه كان طاغي عليه، طعم المشروم كان باين شويه، لكن طعم التشيزي ما كانش باين قوي شبه اللي احنا شفناه قبل كده في كاركي. ممكن كاركي دلوقتي نجربه ونشوف هل طعمه كان عامل ازاي، او ممكن جودته قلت، او ممكن احنا كنا حاطين اكسبكتيشن عاليه لان احنا كنا بنقارنه اصلا ببرجرز عاديه، فانا مش عارف. فخلينا نشوف اللي بعده. واللي بعده معانا وهو ريد فلاج. ريد فلاج هو مطعم برضو لسه ستارت اب، ما لقيتش الصراحه عليه عملاء كتير كل ما بعدي من عليه، بس حبيت برضو اشوف هل هو مثلا يستحق اللي هو يجيله ناس، ولا فعلا الناس جربت منه وما راحتش تاني. بس هو دايما بيطلع لي في الاعلانات بتاعت الفيسبوك اللي هو ريد فلاج ريد فلاج ريد فلاج، فقلت اجربه. اغلب اصلا المطاعم ديت انا اعرفها من على الفيسبوك يعني، مش اللي هو مثلا انا عارف ان هنا في مطعم مثلا مشهور بتاع سماش برجر، وهنا في مطعم، وهنا في كلهم بيظهروا لي على الفيسبوك، فانا قررت اجيب الحاجات كلها اللي بتظهر لي. فخلينا نفتح برجر، مناديل وجلافز.
خلينا نشيل الجلاف دوت ونشيل المنديل ده ونخلينا في البتاع ده كده. تاني برجر معانا من ريد فلاج، هو برضو يعني شكله عاطفي اكتر، وهنا المشروم باين جدا من فوق، يعني مش قوي برضو، والصوص يعني التاني كان ميسي اكتر، بس هنا العيش شكله احسن والمشروم باين اكتر. فخلينا ندوق طعمه عامل ازاي. هو هنا انا حاسه اضخم من البرجر اللي فات، اضخم كطول، مش عارف ليه بقى او ايه اللي مطوله كده، لكن انا حاسه اتقل كمان. فخلينا نشوف بقى الطعم هل هيغلبه ولا لا. دوت اسمه شرومن فلاج وعامل له 115 الدبل. هنا بقى في المنيو بتاعته عنده سنجل ودبل، يعني بالنسبه لشريحه البرجر هنا هي تخينه اهو، باصين كده هي شريحه البرجر اصلا تخينه، فهو لو حط لك سنجل فهي تعتبر كويسه، يعني مش شبه سماشت كانت البرجرايه ارفع من كده بكتير. فخلينا ندوق كده بسم الله. هنا بقى اللحمه غنيه اكتر، سمكها اكبر، فيها يعني طعم توابل كده سيكا. اوكي اتقطعت شويه وبتاع، مش ماسكه نفسها قوي يعني، لكن انا شايفه بالنسبه لي احسن من سماشت كان اوكي دبل وفي كل حاجه، لكن سمك اللحمه كان رفيع سيكا، وصوص الجبنه او الوايت صوص اللي هو حاطه دوت ما كانش ليه طعم قوي يعني زي ده. هنا المشروم يعتبر لطيف، هو برده مش باين من طعم اللحمه قوي، لان طعم اللحمه زي ما قلت لكم غني. والعيش الصراحه الطف حاجه في الساندوتش، يعني هو ماسك الليله ديت كلها، وفي نفس الوقت ما بص معايا ولا لزق في الكيس ولا اتفلق نصين. ريد فلاج ما طلعش ريد فلاج قوي يعني، طلع فل، مش عارف ليه الصراحه ما حدش بيروح له، لكن هو بيقدم كواليتي لطيفه. ماشي يلا نخش على اللي بعده. واللي بعده معانا وهو سماش اند سبلاش. هو انا اتلخبطت الصراحه ما بينه وما بين مطعم تاني كان اسمه سماش اند هاش، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني كرييتيف في اختيار الاسامي. مش عارف الصراحه مين فاتح قبل مين، لكن باين جدا ان هم يعني ناقشين من بعض يعني. فلحد دلوقتي لسه معانا حوار الباكج والكيسه الورق، وحاسس ان دوت برضو تقيل شويه، يعني كان اخفهم الصراحه لحد دلوقتي سماشت. انا مش قصدي ان انا اقول حاجه وحشه على حد، لكن انا بقول اللي انا شايفه يعني. فخلينا نشوف. معانا برجر وبطاطس جلافز. طبعا نشيل الجلافز. نشوف دوت كان سعره كام. سعره 110 وجاي مع بطاطس. مش عارف الصراحه هل البطاطس ديت بتيجي مع الاوردر ولا لا، لان مش مكتوب اصلا في المنيو بتاعتهم اللي هي بتيجي ببطاطس، فانا مش عارف يعني، عشان ما حدش يروح يطلب منهم وفي الاخر يطلع من غير بطاطس. ممكن مش عارف، ممكن يكون عرفني او شاف حلقه من الحلقات اللي انا بعملها، مش متاكد. وديت حاجه غريبه لان محدش اصلا يعرفني في مصر لحد دلوقتي يعني. حط لي مثلا ممكن بطاطس زياده، بس انا برضو ايه ما اعرفش يعني، ما اعرفش هي البطاطس تيجي معاهم في الاوردر ولا لا. فخلينا نشوف. بطاطس لطيفه ومتبله ومتظبطه اخر تظبيط، يعني حاجه لطيفه. هو انا كده كده اصلا يعني انا بتصل بيهم في الاول بقول لهم انا عايز الاوردر وحاجه استلمه، فهو صعب اصلا ان هو مثلا يظبط لي الساندوتش قبل ما يعرف اصلا انا مين. فحتى لو كان عارفني فهو مش هيعرف يعني هل انا هاخده اصوره ولا لا. فخلينا نفتح نشوف. وده كده البرجر من سماش اند سبلاش، شكله ميسي ديت حاجه قليله عليه ولطيف، وكميه المشروم اللي فوق غريبة يعني. انا مش عارف. طب انت لو كنت عارف مثلا ان انا هصوره، هل انت كنت هتظبطه اكتر من كده؟ هو متظبط قوي الصراحة. مش عارف بقى، ممكن هل هو عشان لسه فاتح فهو بيعمل الشو يظبط الجودة ويدي حاجات ببلاش كبطاطس مثلا، فانا مش عارف هل هيفضل على المستوى دوت على طول ولا لا. فخلينا نشوف بسم الله. لا الصراحة حجم اللحمة شبه سماشت، مش شبه ريد فلاج خالص. تاني كان اطول شوية، بس دوت برضو اتقل من سماشت. خلينا كده نجرب بسم الله. ايوه بقى اخيرا طعم الوايت صوص هنا او تشيزي مشروم طعمه باين وطعمه حلو. اوكي هو خفيف كسماكه، لكن هو ليه طعم وطعمه حلو، والمشروم بتاعه كتير يعني. انا القطمه اللي اكلتها ديت حسيت بكميه مشروم في بقي رهيب. مش عارف برضه عشان هو لسه فاتح فبيعمل كده وهيخيش في الاخر ولا الدنيا هتفضل ظابطه معاه على طول. والبطاطس بتاعته هي بطاطس، مش عارف بقى هل بيقدمها مع الاوردرات ولا ايه بالظبط. فلحد دلوقتي سماش اند سبلاش متفوق عن الاثنين اللي فاتوا. اوكي ريد فلاج كان في حاجه حلوه كطعم اللحمه وكده، باي ذا واي برضه ده طعم اللحمه بتاعته تحس ان هي مثلا مش عارف، بس حسيت ان هي ضاني شويه، مش عارف ليه حسيت بطعم ضاني كده شويه، يعني طعم الضاني فيها مش باين قوي، هي باين طعم اللحمه اكتر، يعني حاجه نظيفه الصراحه يعني. مش عارف كل حاجه قاعده بتعجبني النهارده، لكن في حاجات بتعجبني فوق اللي بتعجبني. يعني سماشت كان شغال عادي، بعد كده ريد فلاج علق عليه، بعد كده تعلق عليه. فاحنا مش عارفين بقى هل المطعمين الجايين هيعلوا على الثلاثه اللي فاتوا دول ولا ايه النظام يعني. فعامه دوت
احلى من الاتنين اللي فاتوا كطعم وككميه وكسعر. يلا بينا نخش على اللي بعده. واللي بعده معانا وهو كاركي. نفتكر بقى الذكريات اللي احنا جربناها قبل كده ونشوف هل مطعم الفرايد تشيكن هيقدم لنا نفس الكواليتي بتاعه البرجر ولا لا. يعني خلاص يعني كفايه باكج لحد دلوقتي. نرجع بقى للكيسه زي ما احنا فاكرين، هو كان جايب لنا البرجر في الكيسه وهي حاطط لنا معاها ايه ده شويه مناديل وكاتشب. الطف من المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كان حرفيا حاطط البرجر في الكيس وخلاص، يعني لا مناديل ولا كاتشب ولا جلافزات. باي ذا واي هو مش حاطط جلافزات، فانت كل بايدك واغسلها بعدين. يعني مش حوار. محتاجين يفكروا في الحاجات اللي بتتحط مع الاوردر. فخلينا نفتح كده ونشوف. ديت حاجه جديده عامه عملوها، اللي هم بيحطوا ورقه بيكتبوا عليها اللي هيطلع، لكن انا مش فاهم ده ايه اصلا. ممكن كاتب سماش سما، كاتب سما او عامل بالقلم كده، لان الورقه ديت كلها اصلا حاجات الفرايد تشيكن. المنيو الجديده هي اللي فيها السماش برجر، فحركه لطيفه حوار الستيكر دوت. بس انا عايز افتح البرجر بقى. وده كده البرجر بتاع كاركي. بس انا حاسس ان في حاجه غريبه صح يعني. طب استنى كده اشوف الريسيت. اوكي طب ما هو مشروم سماش ساندويتش، ودوت في تركي وفي صوابع موتزاريلا. ادوني الاوردر غلط. كاركي يا جماعه اداني الاوردر غلط واداني سموكي سماش برجر. يعني ماشي يا سيدي، اكلني براحتك يا سيدي. انت الصراحه عايزه استرجع الذكريات اللي احنا جربناها المره اللي فاتت ونشوف كان طعمه عامل ازاي وهل هيغلبهم ولا لا. فخلاص بقى هو حظه كده. يلا بينا بقى ايه ندوق طالما احنا جبناه. يلا بينا بسم الله. الصوصات طعمها جامد جدا. تقريبا في صوص شيدر وفي صوص الكريمي دوت اللي كانوا حاطينه اصلا في المشروم. قطعه التركي حجمها كبير وطعمها باين. موتزاريلا ستيكس اوكي انا ما حسيتش بيها كالعاده، لكن هو البرجر طعمه حلو قوي. مش عارف ازاي فرايد تشيكن وبيقدموا كواليتي سماش برجر كده. اوكي الاوردر جالي غلط والحلقه باظت اصلا. احنا كنا جايبين سماش برجر كله عشان عمنا كاركي نقارن بيه، بس اديها باظت. عامه كاركي اعمل له 100 جنيه ويعتبر ارخص واحد فيهم. كان نفسي الصراحه لو هيديني اوردر صح عشان استرجع الذكريات واعرف اقارن كويس، لكن كاركي لحد دلوقتي انا ما شفتش منه ولا غلطه، بغض النظر عن الفراخ الصغيره بتاعته اللي احنا عملنا لها حلقه اصلا قبل كده. لو انت عايز تشوفها ممكن احطها لك في اللينك هنا. هي تعتبر تاني حلقه اعملها على القناه اصلا. فلحد دلوقتي كاركي قاعد بيعمل عظمه. فخلينا ناخد قطمه تانية ونخش على اخر مطعم معانا ونقفل بقى عشان طولنا كتير او ما طولناش. مش عارف، حاسه الحلقه بتجري. بس ناخد قطمه ونخش على اللي بعده. واخر مطعم معانا وهو سماش زون. زي ما قلنا قبل كده اللي هو خلاص بقى فكنا من الباكج. احنا دلوقتي وصلنا بقى اللي هو الكيسه الفاضيه، طبق فل لكن حطت بطاطس. باقي المطاعم ما كانتش حاطه بطاطس. لا ثانيه، كان كده معانا سماش اند سبلاش كان حاطط بطاطس، وسماشت كان حاطط بطاطس كده. في مطعمين ما بيدوش بطاطس مع الاوردر اللي هم ريد فلاج وكاركي. كاركي تقريبا لو عايز تخليه كومبو بتخليه مثلا 135 حاجه شبه كده، والتاني برضو يعتبر نفس الحكايه، هو كان 115 او 110، وعايز تخليه كومبو هيبقى مثلا ب 135 برضو، يعتبر في نفس الرينج يعني. بس انا اصلا الاوردر برجر بس، هم بيحطوا معاه بطاطس ما بيحطوش، ديت اتس اب تو ذم يعني، مالناش دعوه بيهم. وحطيت لك جلافزات بس مفيش مناديل. فخلينا نفتح ونشوف. انا هنا شايف منظر مختلف تماما عن باقي الحاجات اللي احنا جربناها. يعني انت لو شايف كده الصوص هنا شكله اتقل بكتير من الحاجات التانية اللي احنا جربناها، ولونه افتح بكتير، وكمية المشروم تعتبر الى حد ما لطيفة يعني، وبرده مش باينة من هنا لكن هتبان تقريبا لما ناكل. والعيش شكله مختلف، شكله فريش، شكله لطيف. خلينا بقى ندوق. برجر زون يعتبر يعني برده نفس الحكاية ستارت اب، بس ده ستارت اب قوي بقى يعني. هو يعني لسه فاتح بقاله كام اسبوع او حاجة شبه كده. الرجل عليه خفيفة. اغلب الناس ما بتفكرش تجرب لان قدامه قهوة. اغلب الناس اللي بتبقى قاعدة مثلا تجيب لك سندوتش خفيف مش عارف ايه، ما حدش بيجرب مثلا حاجة ب 100 جنيه مثلا ومن محل لسه فاتح. فخلينا نشوف. عامة لما رحت اجيبه قال لي على فكرة احنا طعمنا مميز جدا واحنا لسه جداد ومش عارف ايه وبتاع. قال لي انت جربت مطعم ايه قبل كده؟ قلت له لا الصراحة لسه ما جربتش، بس ممكن سماشت وسماشت سبلاش وبتاع. قال لي لا احنا اجمد منهم وهتشوف. قلت له خلاص يا سيدي نشوف الثقة دي. فخلينا ندوق كده. هو برضو يعني نفس وزن تقريبا سماشت، بس انا حاسس ان دوت اعرض شويه من باقي البرجرات. الصوص هنا حاسه اتقل بكتير. فخلينا نشوف بقى الطعم. بسم الله.
يا نهار ابيض ايه الحوسه دي. عايز اقول لكم حاجه، الصوص هنا يعني مش عارف اقولها لكم ازاي، فوق المتوقع. يعني ده اللي كنت متوقعه هو بقى هنا، يعني هو بطلع بره الكادر. الصوص هنا تقيل، طعمه كريمي قوي، في يعني رشه كده فلفل اسود مدياله طعم حلو قوي. برده المشروم ما حسيتش بطعمه قوي الصراحه، لان هو مش كتير قوي في البرجر، تقريبا محطوط في النص هنا بس. لكن طعم اللحمه قريب شويه لسماشت، طعمها خفيف، باين اللي هي مجرد لحمه ما عليهاش لعب، ملح وفلفل. لكن سمكها قد كده اهو، سمكها صغير قوي. ريد فلاج كان مديني كميه لحمه اكتر وبسعر يعتبر لطيف. يعني دوت كان عامل له 115 جنيه، بيجي معاها شويه بطاطس، وتشيز برضو حاجه كويسه ان هو اصلا جايب بطاطس. ان هو اصلا قال لي حابب الاوردر يبقى كومبو ولا البرجر لوحده، فانا استغربت يعني منين في بطاطس وانت بتقول لي كومبو ولا البرجر لوحده. مش عارف، ممكن مثلا كومبو بيحط لك معاها كولا مثلا، او بيزود البطاطس شويه، مش عارف. لكن الاوردر اصلا كان قبل ما اجيله اصلا هو كان جاهز ومركون لحد ما انا ما جيت اخدته، فما اظنش اللي هو عارف مثلا ان انا هصور او هعمل حاجه او شافني قبل كده فاتوصى وحط شويه بطاطس قبل ما الاوردر ما يطلع. انا اللي عاجبني فيه الصراحه الصوص ده لو كان موجود في اي برجر تاني كان كسب. انا عايز بقى ادوق المشروم هنا، انا مش طايل المشروم، حاططهم في النص، فخليني كده ادوق قطمه تانيه. لا يا جماعه، صوص الكريمي هنا كريمي جدا. يعني انا عاجبني الصوص ده قوي. ده كان ممكن ينافس مع كركي لو كان كركي جاب لي الاوردر صح، لكن طعمه الصراحه لا يعلى عليه. وبرده العيش طري قوي لدرجه ان هو انت بتقطم كده بتحس كأنك بتاكل مارشميلو، فاهم؟ انا اول مره بالغ في حاجه شبه كده، لان الصراحه انا ما كنتش مقتنع بحوار السماش برجر. لكن لما دقت الاطعم المختلفه والبهارات اللي بتتحط والصوصات اللي بتتمكس مع بعضها والكلام دوت كله، حسيت اللي هو لا، ممكن يكون في حاجه مختلفه فعلا في حوار السماش برجر دوت. وصراحه يعني طعمه احلى من البرجر العادي، بس للاسف سعره اعلى، مش عارف ليه، لان هو اصلا بيقدم لك كميه اقل من اللحمه، مش عارف بقى، لكن هو طعمه احلى. فخلينا نشوف بقى انهي احسن واحد من المطاعم اللي احنا جبناها يكسب معانا النهارده. تمام، ده كده بالنسبه لي الترتيب العادل للحاجات اللي انا جربتها دلوقتي. اول واحد وهو سماش اند سبلاش، بسبب طعم اللحمه كان حلو فيه، وكان مقدم لي معاه بطاطس، مش عارف صراحه هل هي بتتقدم فعلا ولا لا، لكن كان معاه بطاطس وسعره كان يعتبر الى حد ما لطيف. تاني واحد اللي عجبني بالصوص بتاعه وباللي هو بيزود معاه بطاطس، اوكي اغلى منه ب5 جنيه، لكن كميه الصوص والسيكنس بتاع الصوص محسسني اللي هو لا، انا ممكن اجي اكل تاني من عنده هكون مبسوط. تالت واحد هو ريد فلاج، بسبب ان كميه اللحمه كانت كبيره وتخينه. الصوص اوكي ما كانش اقوى حاجه، لكن اللي كان عاجبني فيه سمك اللحمه وطعمها، هو ده اللي كان عاجبني في البرجر والعيش بتاعه. ورابع واحد معانا اللي هو اصلا جه غلط، لكن كان عاجبني طعمه الصراحه، اللي هو السموكي تركي. اخر واحد معانا وهو سماشت، بسبب الصوص ما كانش طعمه باين قوي. هو اوكي عجبني، لكن بالنسبه للترتيب فهو يحل متاخرا بسبب ان سعره اغلى، تقريبا 130 جنيه. يعني لو انت معلي السعر اكتر من المنافسين اللي حواليك اللي اوريدي في منهم بيحط بطاطس، انت كده في مشكله. يعني انت كده بتشوف ان هو انا اجمد حد فيكم، فانا اعلي السعر براحتي. واوكي هو حاطط لكم بطاطس، هو اوكي برده هو مش سعر عالي قوي، يعني فرق 20 جنيه ولا 15 جنيه، يعني مش حوار. لكن برده هو ما قدمليش حاجه مميزه شبه الاثنين دول ما قدموا لي. يعني ده بيجي معاه بطاطس وده بيجي معاه بطاطس، والاثنين فيهم حاجه مميزه. ده طعم اللحمه كان مميز، وده طعم الصوص كان مميز، ده ما كانش فيه حاجه مميزه. بس ولو عندك اقتراحات تانية ممكن تقولها لنا في الكومنتات، يعني عشان تدينا مثلا حاجه حابب تجربها، مطعم نفسك تشوفه، اكله جديده مثلا حابب تعرف عنها اي حاجه، فاكتب لنا تحت في الكومنتات قول لنا، وممكن في الحلقه الجايه نجربها. وبس كده، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك شير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وسلام.